ناس كتير بتسألني إزاي مربية كلب و3 قطط في بيت واحد من غير مشاكل. خلّيني أقول لكم تجربتي الحقيقية. يالّا بينا نشوف. أهلًا بيكم في قناتي همس الحيوان، أنا ميري ودي قناتي. أهلًا بيكم عاملين إيه؟ وحشتونا جدًا. كل سنة وأنتم طيبين. أتمنى تكون السنة 2026 كلها خير وبركة وسلام وكلها أفراح. زي ما قُلت لكم في أول الفيديو، ناس كتير بتسألني إزاي مربية كلب و3 قطط في بيت واحد من غير مشاكل. هاقول لكم تجربتي الحقيقية. أول حاجة بجد لازم يكون في تعارف، ما ينفعش يبقى كل حاجة فجأة، يعني كل حيوان لازم يشم التاني ويشوفه من بعيد الأول. أنا كان عندي الأول كانت بيلا، دي شيفاهوند وهي كبيرة، وشفتوها أكيد في الفيديوهات، هتشوفوها في الفيديوهات وهتشوفوها في الفيديو ده. عندي شيفاهوند دي كانت قبل القطط. بعد كده جبت نولا دي كانت القطة وبعدين خلفت، بس لما جبتها الأول كنت فاكرة بقى إنهم هيتصاحبوا ويبقوا كويسين مع بعض، بس لأ، لازم يعني وريتها الأول، خليت بيلا تشم نولا، لأن الكلب طبعا ده شيء غريزة عنده برضو الشم، والقطط لازم يتعرفوا على بعض. فجبت نولا تشمها بيلا، فضلت تشمشم فيها وتعرف عليها. نولا كانت بتستخبى طبعا وخايفة، لأن أولا البيت مش بيتها وناس غريبة برضو عليها، لأن احنا برضو مكناش صحابها الأولانيين، فبرضو كانت خايفة. قعدت كام يوم بقى بتستخبى وتطلع، كنت حاطة لها أكل جنبها وكده، بس قعدت كام يوم تستخبى. بس بعد كده بدأت تطلع، وبيلا في الأول تشمها وإحنا نيجي جنبهم هما الاتنين ونطبطب على بيلا ونطبطب على نولا لغاية ما يتعرفوا على بعض، وفعلا اتعرفوا على بعض. بس كل حاجة طبعا يكون كل حاجة لوحده، أكله دي لوحدها وده أكله لوحده، بيلا الأكلها لوحدها ونولا في مكان لوحدها، وطبعا كل واحد لعبه مختلف تماما. كل حاجة. تاني حاجة بصراحة هي لازم كل حاجة تكون منفصلة زي ما بقول لكم، الأكل لوحده، اللعب لوحده، طبعا كل واحد وليه مواعيده في الأكل، وكل واحد وليه وقته، ووقته في اللعب ووقته في الأكل، وكل حاجة ليها واحدة منفصلة. فالجزء الثالث طبعا اللعب والتفريغ، مهم جدا إنهم يكون يلعبوا، لازم نفرغ الطاقة بتاعتهم، لأن هما الكلاب أو القطط عندهم طاقة، فلازم الطاقة دي تتفرغ، وخصوصا الكلب. يعني ممكن يكون زهقان ملان، ده بيعمل مشاكل لما بيكون زهقان ومش بفرغ الطاقة، فبيبقى بقى يهوهو، يعمل ازعاج بقى ويبوظ ممكن حاجة، يبهدل حاجة، فده طبعا لازم الطاقة بتاعته تخلص أول بأول، يطلع برا يتمشى يجري، لازم، مش هيقعد طبعا في البيت. طبعا غير القطط بتقعد في البيت، مش زي القطط اللي بتطلع في الشارع، بتلعب بس لعبها مختلفة طبعًا تمامًا عن الكلب. الجزء الرابع وأكبر غلطة عملتها إن أنا كنت فاكرة إن هُم هيتعودوا لوحدهم، وزي ما قُلت لكم في أول الفيديو، أنا كنت فاكرة إن هُم عادي بقى أول ما تيجي نالا بيلا هتفرح إن حاجة هتيجي معاها وتونسها ويلعبوا سوا وكده. طبعًا ده كان غلط تمامًا، أنا كنت فاكرة إن ده صح، بس لأ، هو كان غلط تمامًا، كنت فاكرة كده. لازم تدخُّل بسيط وتنظيم، فلازم واحد يتدخّل، إنه زي ما قُلت لكم إن أنا كنت بدأت إنهم يتعرّفوا على بعض، يشمّوا في بعض، أطبطب على ده وأطبطب على ده، بحيث إن دي ما تضربش ده أو ده يضرب ده، بحيث إن هُم نالا ما تخربش، بيلا تعوّرها أو بيلا تضرب نالا، فكنت دايمًا أكون موجودة وأكون أو أطبطب عليهم عشان يحسّوا بالأمان والطمأنينة، وخصوصًا نالا لإن هي مش بيتها وإحنا مش صحابها. وعايزة أقول لكم صراحة، لو عندك كلب أو قطة أو 2 اكتب لي في الكومنتات، حابين أتكلم عن إيه كمان،
ويا ريت تشاركوا في القناة وتشاركوا الفيديو لكل اللي عنده كلاب أو قطط، واكتبوا لي في الكومنتات إيه اللي عايزين تسمعوه تاني، وما تنسوش لايك وشير، وأتمنى لكم كل حب وخير وسلام، وكل سنة وأنتم طيبين مرة تانية، وسنة سعيدة عليكم يا رب، وعيد ميلاد مجيد، وكل سنة وأنتم طيبين، وباي باي.